ليه كل حاجة نروح نشتريها من بره؟ هنعمل النهاردة في الفيديو ده شوكولاتة سنيكرز. شوكولاتة غالية جدا، طعمها حلو وجميلة جدا وطبقات أجمل من بعض. هنعمل طبقة النوجا وطبقة الكراميل ونحط عليهم من فوق طبقة شوكولاتة كده طعمها بجد روعة. هنجيب صينية وندهنها دهنة زيت ونحط فيها ورقة زبدة وكمان ندهنها دهنة زيت. هنحضر مع بعض النوجا. جبت طاسة حطيت فيها كوبايتين من السكر ونص كوباية من المية، ويا ريت نستعمل هي نفس الكوباية لكل المقادير. نص كوباية من عسل الجلوكوز. هنحط الحاجات دي كده على النار وهتشوفوا معايا دلوقتي. واثناء ما انا بحط الخليط ده كده على النار هشتغل في حاجة تانية، ولازم نشتغل في الحاجتين في نفس الوقت. حطيت الصوص الكراميل ده على النار وهسيبه كده على نار متوسطة مع المتابعة. بص اول ما يغلي هبدأ كده اهدي النار واخلي عيني عليه. اجيب بقى دلوقتي العجان بتاعي، وفي حلة العجان هحط بياض بيضتين كبار او حتى هجيب بولة وهضرب بالمضرب اليدوي، هي نفس النتيجة. وهحط رشة ملح حلوة كده وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هنضرب بقى الحاجات دي كده بالمضرب على سرعة عالية لحد ما نحصل على المرنج او القوام اللي هنشوفه معانا. خطوة بخطوة هتعرفي كل حاجة معايا ومنتهى البساطة. طبعا انا هنا مهدية النار علشان اتابع واوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصوا بقى القوام بتاع المرنج، اجي ارفع كده او حتى اقلب حلة العجان مش هيقع منها بياض البيض، اتضرب كده وبقى فوم خالص. هو ده القوام اللي انا عايزاه. هختبر بقى الكراميل بتاعي. هنجيب شوية مية كده في كوباية وهحط فيها ربع معلقة من الخليط اللي على النار، وهخلي بالي لانه بيبقى سخن جدا وهكوره. بصوا الكورة هتبقى لينة وطرية قوي. هسيبه كمان حوالي 20 ثانية. اخدت كده نقطة من على طرف المعلقة، بس ما تعملوش كده لان هي بتبقى سخنة جدا، بس علشان انا بشتغل فيها كتير قوي فانا بستحمل درجة الحرارة شوية. بعد ما سبتها 20 ثانية، بعد ما اوصل للكورة اللينة، يعني هتعدوا لحد 20 كده، هنرفع بقى الكراميل بتاعي وهو سخن جدا جدا وهحطه على البياض. اهم حاجة نحطه خيط رفيع قوي، ودي اهم خطوة في نجاح النوجة بتاعتنا وازاي تنجح معاكم يبقى قوامها حلو جدا ومطاطي زي ما انتوا هتشوفوا معايا. لو حطيناه دفعة واحدة هتلاقوا الخليط كله بقى سايل وكأنكم ما عملتوش حاجة وهيترمي على طول. يبقى لازم ننزل بخيط رفيع قوي قوي زي ما انتوا شايفين مع الخفق المستمر على اعلى درجة من درجات الضرب اللي في العجان او حتى في المضرب. هحط دلوقتي يعني 3/4 كوباية من السوداني المطحون او حتى البندق او عين الجمل او اي مكسرات عندكم، بس يكون متحمص ومطحون. وهو دافي كده انا حطيته على الخليط وضربته. احنا هنضرب قد ايه الكراميل لحد ما نخلص كمية الكراميل طبعا. وبعد ما احط السوداني انا ضربت كده كام ثانية، يعني الخفق ما بيبقاش وقت طويل. كده النوجة بتاعتنا جاهزة. بصوا مش بتلزق في ايدي ولا اي حاجة، القوام مطاطي وناجح جدا جدا. هرفع بقى كده المضرب بتاعي وهنزلها بالعافية من على المضرب، هي بتبقى ماسكة جدا جدا في المضرب زي ما انتوا شايفين. هنزلها كده وهخبط المضرب بتاعي، وبعدين هطلعها بقى من العجان وهبدأ احطها في الصينية اللي كنا حاطين فيها ورقة زبدة ومدهونة دهنة زيت كويسة جدا. بص القوام بتاع النوجة حلوة قوي قوي، ولازم تطلعوها تحطها في الصينية وهي تبقى سخنة. يعني وهي لسه تبقى سخنة ما ينفعش ان انا اسيبها تبرد، علشان لو سبتها بردت وهي لسه في حلة العجان او حتى في البولة هتقفش وهتمسك وهيبقى صعب جدا التعامل معاها. فزي ما انتوا شايفين انا بشتغل بسرعة وبفردها وهي سخنة، وبعد كده هسوي شكلها بمنتهى البساطة وهتشوفوا معايا. وممكن كمان نعمل النوجة دي لوحدها كده للأولاد هتعجبهم جدا جدا. بحاول اسوي كده بالمعلقة واسيب بقى اللي في المعلقة دلوقتي هطلعه بعدين، وهبدأ بقى ادهن ايد دهنة زيت بسيطة قوي قوي واساوي السطح بتاعي علشان انا عايزاها تبقى كلها طبقة مستوية، علشان لما احط عليها بقية الطبقات تبقى كلها طبقات مستوية وشكلها حلو. انا طبعا مسرعة الفيديوهات دي علشان كده انتوا تحسوا ان القوام بينزل بمنتهى السهولة، لكن هو لا، صعب جدا. كمان هنحضر بقى الطبقة التانية وهي طبقة صوص الكراميل الحلو جدا جدا اللي فيه مكسرات. هنجيب طاسة ونحط فيها كوباية من السكر وهنسيبها كده تتكرمل على نار هادية، وهنقلب بعد ما نحس ان السكر بدأ يدوب واللون بتاعه يبان كده. ما ينفعش ان انا اسيبه يتحرق، وما ينفعش اقلب من اول ما احط السكر. اول ما يوصل المرحلة دي وانت بتهزي الطاسة تروحي على طول حاطة بقى المعلقة وتبدأي تقلبي. هنصبر عليه شوية هتلاقيه داب خالص ومبقاش فيه اي سكر زي ما انتوا شايفين كده.
مع التقليب المستمر. اهم حاجة يبقى عينك عليه، واوعي تعلي النار او تسيبيه وتروحي في اي مكان علشان ممكن يتحرق بسرعة قوي. في المرحلة دي اول ما نوصل للقوام ده خلاص هنحط كده نص كوباية من الحليب السخن. هنبدأ بقى نقلب تاني، هنلاقيه مسك في بعضه وقفش كده مع بعض عادي خالص، ما نقلقش ومفيش اي مشكلة. وكل ما الحليب بتاعنا بيكون سخن هيفك معانا الخليط ده بسرعة. لو احنا حاطين حليب بارد ينفع، او طبعا ينفع عادي، بس بياخد معانا وقت علشان يبدأ يتفكك كده من بعضه. فحطينا الحليب سخن، والنار بقى في المرحلة دي متوسطة عادي، مش هنهدي النار. وهنبدأ نحط كمان معلقتين من السمنة البلدي علشان يطعموا لي الصوص الكراميل بتاعنا. هنبدأ بقى نفكك كده في الكلاكيع اللي حصلت من الحليب ومن السمنة. هنفككهم بالراحة خالص كده على نار متوسطة لحد ما يدوبوا معايا، وهتشوفوا معايا قد ايه الموضوع سهل وبسيط، والريحة كمان صعبة جدا حلوة قوي قوي. صوص الكراميل ده انا بستعمله دايما في حشواتي لشوكولاتات العيد كلها. بصوا بقى القوام بتاعنا خلاص داب خالص، ولا فيه سكر ولا حليب ولا سمنه ولا اي حاجه، هو ده القوام المطلوب. هنبدا بقى نحط دلوقتي اي نوع من انواع المكسرات السليمه اللي احنا عايزينها. انا حطيت كوبايه من السوداني كنت محمصاها على النار، ممكن تستعملي لوز او بندق او عين جمل او اي حاجه تحطيها على الصوص ده بعد ما يتفكك كده خالص. هي دي بقى الحشوه اللي بقول لكم عليها اللي انا بحطها في شوكولاتات العيد كلها. وحتى في الايام العاديه انا بعملها دايما في البيت، لاني طبعا برجح ان الاولاد ما يشتروش اي حاجه من بره، فبحب اعمل لهم حاجات قطع من بره. حطينا بقى الكراميل واللي عليه سوداني على طبقه النوجه عادي جدا وهو سخن، يعني ما ينفعش نسيبه يبرد علشان طبعا برضه هيمسك في بعضه. وحطيت الخليط ده كده ريحته بقى. كل ما تسيبوه، طبعا الجو حر قوي الايام دي، فيفضل ان انتوا تسيبوه وقت طويل. انا ما كنتش صابره عليه طبعا، فبعد ساعه ونص كده فانا بدات اقطع فيه. فطبعا كل ما تسيبوه بقى في التلاجة مثلا او بره وقت كويس هتلاقوا بقى بيتقطع معاكم بمنتهى السهولة بسكينة كده مدهونة دهنة زيت، او سكينة مشرشرة تكون مدهونة برضو دهنة زيت، وتبدأوا تقطعوا الحجم اللي انتوا عايزينه. انا عاملاها شوكولاتة سنيكرز، يعني ضخمة شوية او مقلبظة كده. انتوا ممكن تعملوها شوكولاتات صغيرة على حسب طبعا الحجم اللي انت عايزاه، وعلى حسب طبعا اعمار الاطفال اللي عندكم، علشان اللي ياخد واحدة يخلصها على طول. جبت بقى دلوقتي 200 جرام من الشوكولاته ودوبتهم على البخار، وحطيت فيهم معلقتين من الزيت وقلبتهم، وحطيت فيهم بقى الشوكولاتات دي بعد ما قطعتها كده. بصوا الشكل بتاعها، طعمها حلو جدا، طبقه نوجه طعمها خياليه متماسكه من جوه، مش سايحه ولا واقعه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين. طعمها فيها مطه جميله، والسكر بتاعها مظبوط. وطبقه الكراميل اللي فيها سوداني اللي بيعادل نسبه السكر الموجوده في الكراميل، طعمه حلو ومميز قوي. وكمان شوكولاته يعني مخليه شوكولاتتنا حلوه قوي. ان شاء الله لما تجربوها اكيد هتعجبكم. ما تنسوش اللايك.